ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه اقول لكم على مشكله جات لي على الخاص. وصاحبتها هي اللي طلبت مني اخد راي الناس، لان هي سالت ناس كتير قوي مش لاقي حل، حتى ما اقتنعتش برايي انا. فهي قالت لي اطلع اقول لكم المشكله. انا شايفه ان المشكله صعبه شويه، يعني انا شايفه ان المشكله صعبه شويه. آه، هي غلطت وبصراحه انا ما لقيتلهاش حل مناسب يعني. فهقرا لكم المشكله دلوقتي وتقولوا لي. جوزي بتبعتلي بتقول لي جوزي كان في الامارات من فتره، واخته ارمله ومعاها بنتين. كانت جايبه حاجات قسط ومتهدده بالحبس، وجوزي كان كل فلوسه اشترى بيها ارض، فطلب مني ابيع الذهب وادي فلوس لاخته، وهو هيقبض ويبعت لي الفلوس اشتري غيره. سالت ماما ما رضيتش. جوزي قال لي دهبك شبكتك وكله 25 جرام مش كتير يعني بيعيهم، وهجيب لك 30 جرام اول ما يتوفر معايا فلوس. بصراحه مرضتش، هو كان خده قبل كده واشترى لي غيره عادي، وهو استلف من ناس في الامارات وحول لاخته الفلوس تدفع ديونها، وبعدها بكام شهر رجع واستقر في مصر. احنا كنا قاعدين في بيت عيله بتاع اهل جوزي، وبصراحه كلهم كانوا كويسين معايا. بعد كده مبقاش اهل جوزي ليهم علاقه بيا، ونقلني في شقه بره بيت العيله. ولما كنت بقول له ليه بيقول لي عادي، انتي متجوزاني انا مش متجوزه اخواتي وعيلتي، مالكيش دعوه بحد فيهم. واخت جوزي بعد ما كانت صاحبتي ما بقتش تكلمني او تجيلي، وجوزي منع كل عيلته ان هي تيجي عندنا او انا اروح عندهم. حتى لما بيحصل مشاكل عندهم ما بقاش يقولي، وفتح لاخته محل ملابس على حسابه، وبقى كتوم جدا معايا. وجوزي كان كل شهر بيديني كام فلوس يعني، بيديني فلوس اديهم لماما، لان بابا متوفي ومصاريف اخواتي كتير. يعني كان بيساعد ماما كل شهر بفلوس كده بشويه فلوس. قطع طبعا الفلوس ديت وقال لي انا مش ملزم اساعد امك، ومصاريف ماما لازم تتبعت لها كل شهر لان مصاريف اخواتي كتير. قلت هبيع ذهبي وادي فلوسه لماما تكفيها شويه، وبيعته فعلا. جوزي عرف، خدني عند محامي وخلاني اتنازل عن الذهب من القايمه، وقال لي انت بعتي ذهبك وان شاء الله مش هتشوفي ذهب تاني. وما بقاش يديني فلوس مصاريف في ايدي، بقى هو يجيب اي حاجه في البيت وبيقول لي اديكي فلوس تروحي تحوشي وتجيبي بيها ذهب ولا تديهم لامك، حتى لو رغيف عيش انا اللي هشتريه، وانا مش هديكي جنيه في ايدك تاني. ولما واجهته قال لي عيشي كلي واشربي وملكيش عندي حاجه تاني، انا ما بقتش شايفك زوجه ولا سند، مجرد واحده بتربي العيال، وما تتدخليش في اي حاجه تخصني ولا تخص اهلي. قلت له خلاص طلقني. قال لي وماله يلا. راح قايم ولقيته بيلبس هدومه وبيتكلم بجد، يلا نروح للمأذون. وقال لي يلا نروح للمأذون. طبعا انا مش هتطلق، انا اصلا معايا 3 بنات، اتطلق ازاي؟ بس حاليا ما بقاش يقول لي اي حاجه نهائي، لا هو ولا اهله. وعايزه ارجع بيت العيله تاني، رافض وحاسه ان عايشه في جحيم. حرفيا بقى ساكت على طول، ودايما مخبي عليا كل حاجه بيعملها. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا قلت لها رايي، قلت لها انت غلطتي في الاول، الراجل كان كويس معاكي وجايب لك الذهب وبيقول لك اديهم لاختي وانا هعوضك عنهم. كونك ترفضي، وبعدين مامتك ازاي بيساعدها وازاي تقولك لا ما تديش لاخته الذهب؟ يعني الراجل فلوسه وحر ماله وبيساعد مامتك كمان، وانت تقولي لا لاخته؟ فطبيعي ده موقفه، ده طبيعي جدا. فانت خليك اصبري واحتسبي وادعي لربنا، يمكن يعني يغير الحال. وحاولي بقدر الامكان يعني تاكدي له انك بتحبيه وانك قلبك عليه. انا بامانه مش شايفه
مش شايفة حل غير ده، انك تصبري، وهنعرف برضو رأي الناس. شكرا لكم جدا.